بصيغة تنسجم مع تطلعات وطموحات القوى الوطنية العراقية؟ طبعا لا، هنالك تلكؤ، هنالك عراقيل، هنالك يعني محاولات من مختلف القوى للأسف الشديد، يعني وهذا قصور في نظر أغلبها. كل طرف يحاول أن يستفيد من الزمن ويستفيد من توازنات القوى المختلة لكي يعزز مواقعه، وهذا عامل من عوامل إعاقة إنضاج الحركة السياسية الوطنية في إطار العملية السياسية. هل أن هذه العملية تسير في الاتجاه الصحيح؟ هي تسير في الاتجاه العام الصحيح، لكنها منطوية على مخاطر كثيرة جدا. نحن نتحدث عن مخاطر، بس ما تشير إليه الآن أستاذ فخري يعني بالمراقب ممكن بسهولة يستنتج من خلاله أنه هناك صراع على السلطة داخل العراق، ولا يوجد مشروع حقيقي متفق عليه كل القوى السياسية لما يسمى استعادة الدولة العراقية. ولو عندكم في لبنان ما في صراع على السلطة؟ بلى. وفي بلد بالعالم ما في صراع على السلطة؟ طبعا في صراع على السلطة، ولكن الصراع على السلطة في العراق بس كمان عندنا ما في مشوه. مشروع لاستعادة الدولة. لا، مشوه يعني في العراق، مشوه يعني. للأسف الشديد أن الدولة العراقية التي انهارت يعني انهارت بسبب خلط المفاهيم، ليس فقط في العراق وإنما في كل العالم الثالث. يعني في مرحلة ما، مرحلة نهوض حركة التحرر وصعودها وإلى آخره، ويعني استيلاء ما يسمى بالطبقة المتوسطة أو البرجوازية أو القوى الوطنية على السلطة في هذه البلدان في أغلبيتها. يعني جرى خلط في المفاهيم بين الدولة وبين السلطة السياسية وبين الزعيم وبين الحزب، وبالتالي أصبح يعني استعادة المسيرة الاعتيادية لهذه المكونات باستقلاليتها النسبية بدأت تصطدم بالإرادات المختلفة لتعزيز مواقعها في هذا الإطار. العراق الدولة انهارت يعني حتى قبل أن يصل الجيش الأمريكي إلى بغداد. في لبنان هنالك مقاومة معروفة وحزب الله. طيب، آخر حرب إسرائيلية لم تستطع إطلاقا لا أن تحتل الجنوب ولا أن تكسر شوكة الشعب اللبناني، وكل الشعب اللبناني بغض النظر عن اختلافاته ووجهات نظره فيما يتعلق بالمقاومة وأهدافها وضرورتها وإلى آخره، وقف في وجه إسرائيل. السؤال لماذا هذا لم يتم في العراق؟ لماذا انهار الجيش العراقي وتفككت مؤسسات الدولة بكاملها، بحيث أنك لم تكن تجد شرطي مرور في الشارع العراقي حينما إذا الانهيار الدولي حاصل بسبب حتى قبل وصول إطلاقا. نعم. يعني الدولة انتهت لأن هذا المفهوم الذي خلط بين يعني الدولة والسلطة والحزب والقائد وإلى آخره، وهو يجري في بلدان أخرى على أي حال. مفهوم. أدى إلى هذا. طيب الآن عن السؤال هو الآن إنه هذا يعني السؤال عن إنه المشروع لاستعادة الدولة، هل هو مشروع واضح بالنسبة لكل هذه القوى السياسية المنخرطة بالعملية السياسية؟ لا أبدا. وأنت تعرف لحد الآن يعني العملية السياسية تجري على قواعد مشوهة. القاعدة الأساسية للأسف الشديد هي طائفية. نعم. والأطراف الأساسية في هذه العملية هي ممثلي طوائف، وبالتالي أن ما سمي بالمحاصصة، وهذه المحاصصة هو استحقاق انتخابي، يعني بمعنى معين أنت لا تستطيع أن تقول أنه ليس استحقاق انتخابي. تشكلت ائتلافات سياسية مضمونها طائفي وأسبابها معروفة يعني، وبالتالي أن الإرادات المتنازعة على إعادة تكوين الدولة على أسس جديدة تصطدم بهذه العوامل التي تشوه هذه العملية وتعيقها، بدون أن تأخذ بنظر الاعتبار أن هذه هي تجسيد للمصالح الوطنية العليا أم لا. هي تفكر هل هي تجسيد لمصالحها، وهل أن دورها وموقعها في هذه الدولة الجديدة سوف يمكنها في أن تكون اللاعب الأساسي القوي أم لا. وهذه المنازعات وهذه الإرادات المتنافرة تشوه هذه العملية، وبالتالي نحن الآن في منعطف في غاية الأهمية. هذا المنعطف هو هل نستطيع أن
نعيد النظر في هذا الاختلاط المفاهيمي بين الدولة والسلطة السياسية. هل يمكن أن تعي مختلف القوى الطائفية وغير الطائفية بأن بالإمكان أن نعود لتأسيس دولة مدنية وسلطة يجري تداولها وفق العملية الانتخابية، وبالتالي ممكن أن تكون الدولة مدنية للجميع. وأنا لا أقول دولة علمانية، لأن مفهوم العلمانية للأسف الشديد مشوه لدى مختلف القوى، فأقول دولة مدنية. هذا تعبير صار معتمد من عند قبل كل الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين في العالم العربي. نعم. لجأوا إلى الدولة المدنية لكي لا نخيف الطرف الآخر وهنالك مثل، نعم، يعني مثل صارخ الآن تركيا على سبيل المثال. نعم. أستاذ فخري، عم تقول أنتم أمام منعطف بالعراق. سنتحدث عن هذا المنعطف، عن دور الاحتلال في تسهيل مرور هذا المنعطف أو تعقيده، عن دور الصراع الطائفي والمذهبي، بس بعد توقف قليل إذا سمحت. نعود بعده في كلام موزون. تجاوز الانقسامات القائمة حاليا والعوائق أمام العملية السياسية اللي عم تتم، أو الداعش بيروح بمحل باتجاه آخر يزيد من المشكلة القائمة. هذه المشكلة القائمة رح نتحدث عن طابع الصراع المذهبي والطائفي اللي موجود فيها، لكن قبل يعني خلينا أسألك سؤال عن دور الاحتلال في القدر، يعني في تسهيل أو عدم تسهيل هذه العملية السياسية. هل وجود الاحتلال الأمريكي خصوصا والمتعدد الجنسيات اللي حواليه هو عامل يعني معطل للعملية السياسية، مساعد للعملية السياسية، أم حيادي بالنسبة للعملية السياسية بنسبة أو بأخرى؟ لا يعني شوف، يعني لكي لا ندخل في تفاصيل كثيرة، يعني الولايات المتحدة وحلفائها لم يأتوا للعراق يعني من شان يعني الخاطر السواد الشعب العراقي، جاءوا تعبيرا عن مصالح استراتيجية، والنظام العراقي سهل هذه العملية، وحلفاء النظام العراقي سهلوا